بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل لكم قراءة كتاب الدعاء للإمام الطرطوشي رحمه الله. الباب 10: هل الأفضل في الدعاء التصريح بالحاجة أم التعريض بها؟ اعلموا أرشدكم الله أن الله يصيب الأنبياء من عباده والصفوة الأقوياء من أوليائه ضروب من البلايا والمحن لما علم من قوتهم في دينه وصبرهم على ما يقضي به مولاهم. هذا أيوب عليه السلام بلغ به البلاء ما لم يبلغ بأحد من خلقه، وهو نبي من أنبياء الله تعالى المصطفين، وأقام 7 سنين ملقى في مزبلة من مزابل بني إسرائيل تحت ضروب من البلايا صابرا غير شاك. فلما عيل صبره حفظ الأدب فعرض ولم يصرح: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد قال قوم: هي شكاية وليس كما قالوا، بل هو دعاء حفظ الأدب، والدليل عليه قوله سبحانه: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والاستجابة تكون في الدعاء لا في الشكاية. وهذا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وقد بلغ به الجوع والجهد ما شاء الله، قال ابن عباس: حتى كانت خضرة البقل تبين من ظاهره حين فر من فرعون مصر إلى شعيب عليه السلام فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فعرض بطلب الرزق ولم يصرح كما ترى. وهذا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت فغاض به إلى قرار الأراضين نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعرض الخلاص ولم يصرح، فقال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وأقوى من هذا أولو العزم من الرسل، وهذا إبراهيم عليه السلام لما قذف به قومه في كرة المنجنيق إلى الجحيم اعترضه جبريل عليه السلام وهو هاو في الهواء إلى الجحيم فقال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ فقال: أما إليك فلا. وروي أنه أمره بالدعاء فقال: بحسب من سؤالي علمه بحالي، أو بحسب من سؤالي علمه بحالي. وهكذا قال المسيح لما قال له ربه: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فأجاب جواب ذاهل تعريضا لا تصريحا فقال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حفظ أدب الخطاب. الباب 11: هل الأفضل والأقرب إلى قضاء الحاجة الدعاء أم ذكر الله تعالى والثناء عليه؟ قال قوم من العلماء: ذكر الله تعالى وحمده وتمجيده وتقديسه بما هو أهله من محامده أفضل وأرجى في قضاء الحاجة من الدعاء بها. منهم سفيان بن عيينة، واختاره الفقيه أبو نصر من الصباغ الشافعي، واحتج بهذا القول بما روي أن أمية بن أبي الصلت قصد عبد الله بن جدعان فسأله نائلة ثم أنشده: أطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك
الثناء. قالوا: فهذا مخلوق جاد بماله لما أثني عليه، فكيف بالخالق إذا اشتغل عبده بالثناء عن مسألته؟ في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عن الله سبحانه: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقد تأول قوم من العلماء هذا الحديث فقالوا: يحتمل أن يريد أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أي ذكره لي هو الذي أعطيته، كما قال سبحانه: اذكروني أذكركم، كأن ذكر الله سبحانه أفضل منطوق بدليل قوله: ولذكر الله أكبر. وإذا كان الذكر أفضل موهوب كان ثوابه أفضل ما أعطي السائلين. ويحتمل أن يريد أعطيته مجالستي، كما روي في الحديث يقول الله سبحانه: أنا جليس من ذكرني. وهذه الأشياء أفضل مما سأل العبد، لأن العبد يسأل عن قدرة العبودية، وهمم العبد لا تجاوز قدره، والله تعالى يعطي ما يبقى، وشتان بينهما، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن وهب الله مثل هذا فسيؤتيه في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلت: وتعظيم الملوك والثناء عليهم واللهج بذكر محاسنهم أوقع في نفوسهم وأرفع للأقدار في قلوبهم ممن يسألهم الحاجات، بل مدحهم والثناء عليهم أعظم وسيلة في قضاء حاجات، حتى إن المادحين لهم بين ناظم وناثر كلما فخم الألفاظ وخير المعاني وأخلى مديحه عن السؤال ونزه مقاماته عن الكدية كان أرفع لمقدارهم عند الممدوحين وأسنى لجوائزهم وأعظم لهم في نفوسهم ممن يشوب مدائحه بالسؤال ويطرز مقاماته بالكدية. وقال قوم: يحتمل أن يريد من شغله ذكري قبل أن خلقته وعلم عنايتي به، كيف نقلته في الأصلاب والأرحام حتى جعلته في خير أمة وعلمته الإيمان بي والثناء عليه، كل ذلك في علمي قبل أن خلقته وقبل أن يسألني، فمن علم ذلك من ربه استغرق في بحار منته فشغل عن سؤاله لعلمي بحاله. في قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، دليل على أن التهليل والإقرار بالذنب والثناء دعاء وليس الدعاء ثناء، فيجب أن يكون الثناء أفضل من الدعاء لتضمنه الأمرين. وهذا هو معنى ما رواه مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الباب 12 في اختيار الألفاظ في الدعاء. يعلم أرشدكم الله أني رأيت كثيرا من الناس يقصدون في الدعاء السجع وازدواج الألفاظ، ويذهبون مذاهب الفصاحة والبراعة والتنطع والفخامة، فيكون الدعاء مسجوعا موزونا يضاهي مكاتبات أهل الدنيا التي يقصد بها المباهاة بين الأقران والمباراة بين النظراء والكتاب، وهذا باب منهي عنه في الدعاء. والبخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انظروا السجع من الدعاء فاجتنبوه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. وقال ابن شعبان الفرضي: كان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه
قال: كذبوا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين. ومر بعض السلف بقاص يدعو ويسجع فقال: أعلى الله تبالغ، لقد رأيت حبيبا العجم يدعو ما يزيد على قوله: اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة، اللهم وفقنا للخير. والناس يدعون وراءه، وكان يعرف بركة دعائه. وكان أبو زيد يقول: سله بلسان الحاجة لا بلسان الحكمة، واعلموا أن مقام الداعي مقام تذلل وخشوع وبكاء وتضرع وإظهار فاقة وحاجة، والسجع تكلف وتصنع واشتغال الخواطر، ازدواج الألفاظ وإقامة الأوزان ينافي مقام الخشوع. ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي حكاها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة، ثم تنتقي ألفاظ الكتاب والشعراء كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم ثم استعنت لدعوات من سواهم. وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين والمصطفين من عباده المنتخبين، واستخرجت ما وجدت في القرآن من ذلك، فوجدت جميعها ربنا ربنا أو ربي. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معدن الفصاحة، علمه ربه الدعاء فقال له: وقل رب زدني علما، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهذا آدم عليه السلام وزوجته قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهذا موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا زكريا عليه السلام قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعلى هذا النمط جميع ما أجراه الله في كتابه الكريم عن ملك أو نبي مرسل أو صديق أمين. ألا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا. دلت الآية على أن الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم مقام شريف وموقف كريم عند رب العالمين. وقد كان بعض الصالحين له ورد من الدعاء كل يوم إذا فرغ من صلاته
وأخذ بحظه من أعماله ودعواته يقوم مقام الملائكة وينتصب للدعاء للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فيضاهي بذلك قول الملائكة عليهم السلام. فانظروا إلى دعاء من رضي الله دعاءهم واصطفاهم من مناجاته، فمن قولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذه رحمك الله الدعوات التي اختارها الله لخاصة عباده وصفوة أوليائه والمصطفين من أنبياء ورسله، وفيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ليس فيها سجع ولا تكلف. الباب 13: هل الأفضل إخفاء الدعاء أم الجهر به؟ اعلموا أرشدكم الله أن الله سبحانه أمر بإخفاء الدعاء وأثنى على من أخفاه. قال الله سبحانه في الإخفاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ثم أثنى على من أخفاه فقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وروى أبو موسى الأشعري في السنن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأشرفوا على واد جعل الناس يكبرون ويهللون ويرفعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا إنه معكم. وفي رواية أخرى: إن الذين تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ورأيت في حديث غير الأصول الخمسة بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. قال الحسن: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون،
ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر ويكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال إن الله سبحانه ذكر عبدا صالحا ورضيا قوله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. فإن قال قائل: ماذا أراد بالإخفاء؟ هل أراد إخفاءه عن الناس وإن جهر به في الخلوات، أو أمر بالهمس بالشفتين، أو أراد إخفاءه في نفسه؟ الجواب أن قوله نداء خفيا الظاهر أنه أراد الهمس بالشفتين على ما ذكر الحسن، لأنه جاء الإخفاء من صفة النداء. ويقال أخفى دعاءه عن قومه خاليا في جوف الليل وناداه بقلبه سرا في نفسه، وقيل مخلصا لم يطلع عليه إلا من ناجاه. في بعض الآثار إن الله يحب القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. أما قوله سبحانه إن الله لا يحب المعتدين، يعني المجاوزين في الدعاء ما أمروا به. وقد اختلف المفسرون في هذه اللفظة، وقال ابن جريج: والذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام. وقال عطية العوفي تلميذ ابن عباس: والذين يدعون فيما لا يحل على المؤمنين، اللهم أخزه اللهم لعنه. وقال ابن جريج: أيضا من الاعتداء رفع الصوت والنداء والدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة. وروى أبو داود في السنن عن أبي نعامة عن ابن سعد قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، فإنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعثت من النار أعثت منها وما فيها من الشر. وهكذا روي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يدعو: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، وأسألك كذا وكذا. فقال: يا بني، وساق الحديث على نحو حديث سعد. الباب 14 في تكرير الدعاء. روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثا، وكان يقول: اللهم عليك بقريش 3 مرات. وروى النسائي أن رجلا من الأنصار قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى، سمعته يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى عددت 100 مرة. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وروي أيضا عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروي فقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. قال: وما أصبحت غداة قط إلا واستغفرت الله سبحانه فيها 100 مرة. ننتهي إلى هنا والبقية فيما يليه. الله سبحانه وتعالى